سلام الله عليكم أينما كنتم أيها المتابعين والمشاهدين في كل ربوع الوطن في الداخل والخارج. مقتل رسلان محمد عبده سعيد أمام زملاء طبعا في أحدى مدارس مديرية شرعب عزلة الرعينة التابع لمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز. هناك يعني الحب ازداد القتل هذا من تحت راس الحب في عدن. طبعا الشخص الاخير هذاك من تحت راس الحب الذي قتل فاطمه، وهذا تقدم لاخت الشخص هذا الذي قتل القاتل، تقدم لاخت الشخص الذي قتل يريد يتزوج على عصر الله ورسوله. رفضوا اهل البنيه وراح يقتل اخيها في المدرسه امام زملائه. يعني جريمه بشعه وجريمه يعني لا يرضى بها لا دين ولا عرف ولا قبيله ولا اي دين نهائيا. وهذا نطالب السلطات. طبعا قد القت القبض عليه امس الاثنين، القت القبض عليه، ولكن نرسل رسالتنا اخرى بسرعه محاكمته وخروجه الى الميدان. طبعا من شرعب، من مديريه شرعب، جمال احمد ناجي حاتم الذي اقدم على مقتل ارسلان محمد عبد السعيد. نريد الذي نطلب من القضاء ومن النيابه سرعه محاكمه اي مجرم وخروجه الى الميدان مثل ما قلنا لكم. هذا وتحياتنا لكم، في امان الله، دمتم بخير.